السلام عليكم. كريم بنزيما يكشف عن شيء خطير غير متوقع بعدما تحدث عن عبد الرزاق حمد الله وهذه التفاصيل. ولكن قبل البدء لديكم الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. تحدث الوافد الجديد عن نادي الاتحاد السعودي الهداف ريال مدريد السابق الدول الفرنسي كريم بنزيما أهدافه مع الفريق في حفل تقديمه الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة، حيث أوضح الفرنسي كريم بنزيما عن أسباب انضمامه إلى صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبعد سؤاله هل سيلعب الاتحاد بمهاجمين صريحين، قال أن الأمر بيد المدرب وأنا تحت تصرفي وسأحاول تقديم أداء جيد لإرضاء جماهير الاتحاد. ونشر نادي الاتحاد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على تويتر أن كريم بنزيما سعيد للانضمام إلى نادي الاتحاد الأسطوري، لأنه نادي يمتلك العديد من الإنجازات وغيرها الكثير والكثير ولديه جماهير شغوفه. وأشار كريم بنزيما إلى أن أنا لم آتي إلى هنا إلا بهدف تقديم أداء جيد. يجب أن أستمر بتقديم ما كنت أقدمه في أوروبا. أريد رفع المملكة العربية السعودية إلى عنان السماء. وأكد أتيت لكي أحقق الألقاب مع الاتحاد. أنا أحب الألقاب وأريد رفع الاتحاد لمكان أعلى من الذي يتواجد فيه بالرغم من كونه في المقدمة.